الحقيقه ده فيديو كليب من اول دقيقه هو نزل فيها هو خلق جدال حواليه. ازيكم يا اصدقاء؟ وبعد يوم من تنزيل فيديو كليب المبدأ لمروان بابلو، والحقيقه انا كنت حيران اني اعمل فيديو عن الكليب ده ولا لا، لحد ما سالتكم على الانستجرام وكانت الفوتس كلها ان انا اعمل فيديو. طيب في البدايه كده خلينا متفقين ان مروان بابلو فنان قوي جدا وعنده طريقه مميزه جدا لتقديم الرساله بتاعته، واخرها الالبوم بتاع اخر قطعه فنيه، واللي في الالبوم ده هو بياخدنا فيه في رحله من اول تراك لاخر تراك، وكانت طريقته مميزه جدا لربط التراكات ببعض سواء بالستوري تيلينج او بالميلودي بتاعت المزيكا. وكل اللي فات ده اختصارا كلامي عن الالبوم، وخليكم فاكرين كلامي كويس قوي عشان هيفيدنا واحنا بنتكلم على الكليب. كليب المبدأ مبدئيا كده شوت اوت للمخرج الجميل احمد كامل على الكليب الجميل ده. ويبدا الكليب مروان بابلو وهو خارج من الكواليس كده عشان يبريفورم على الستيج، وهو ستايل لبسه كده ريفرنس للاساسنز. واول ما بيظهر كده على الستيج بتبتدي الناس تتجمع عليه تاني، وده يعني المعتاد بالنسبه لمروان بابلو. الا ان هو اول ما خلص المهمه بتاعه الستيج وقلع العبايه دي وبدا ينزل، لقى نفسه الناس سابته وراحت تشوف حاجه مشهوره تانية. ما صانوش العيش والملح، ما صانوش كلكعين وما صافوش، دوروا على غيرنا ما لاقوش، غلوا بس ما غالوش. وبعدها بنروح كده لمشهد تجمع لناس بتعدي على فرن وبتاخد منها عيش، ولكن العيش كده بيبقى اسود وبصفه او باخرى مفيش مصدر للرزق هنا غيره. كانوا بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه. وحقيقي المشهد ده ليه اكتر من معنى، واولهم انه ريفرنس لكلامه في الالبوم انه ساب لهم فرن عيش ولسه عينيهم على رغيفه زي ما كان بيقول. سبت لهم مصنع عيش ولسه عينيهم على رغيفه. وده المعنى اللي كله شايفه، الا ان المعنى ده مش جاي معايا انا شخصيا قوي يعني في الفيديو. والمعنى التاني اللي انا شايفه وده هيبقى برضه مربوط بمشاهد تانية في الكليب، وهو ان الناس دي مسيرة ناحية طريق واحد، واللي واضح منه ان الرزق بتاعهم مش احسن حاجة من الطريق ده. والمعنى التالت هنتكلم عليه بس مش دلوقتي. وبعدها بنتنقل لمشهد مروان بابلو وهو طالع على سفرة، والسفرة دي بيبقى متجمع عليها 12 فرد من علية القوم، وكلهم لابسين اسود ولابسين ماسكات وحاطين ميك اب يخفي ملامحهم، وده دلالة يعني ان هم مفيش حد فيهم حقيقي. خيانة غدر وانفاق، بشر مكانهم تحت نعل الحذاء، دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك. وعلى السفرة بيبقى قدامهم أسلحة والمفروض أكل فانسي، إلا إن هو بيبقى أجزاء من دميز أطفال. ده في نفس الثانية اللي بيبقى واقفين فيه الناس المسيرين ورا في الباك جراوند عشان ياخدوا رغيف العيش بتاعهم الأسود، والاتنين منظمين داخل كادر واحد كده بطريقة دسمة جدا. وطبعا ما ننساش رسمة الإيد اللي على الحيطة، واللي أنا شايف إنها ممكن تكون دلالة على غطرسة علية القوم، وبطريقة أو بأخرى فيها تهديد أو تحجيم لقدرات الناس المسيرين اللي واقفين ورا، اللي هو يعني ما تفتكرش إن في طريق تاني للرزق بتاعك غير الطريق ده. وننتقل للمشهد اللي بيبقى فيه زميله اللي قال ان هيبقى معاه على الحلوه وعلى المره، الا انه في الاخر طلع خاين. زميلي قال انا معاك تعدي وسط النار انا ابقى. هنرجع تاني لتكوين مشهد السفره، هنلاقي ان ده ريفرنس للوحه العشاء الاخير، ومشهد صاحبه ده ممكن يكون ريفرنس ليهوذا اللي خان المسيح. وهنرجع تاني نتكلم في المشهد ده بس بعدين. بننتقل لمشهد السبوت لايت، واللي بيظهر لنا فيه مروان بابلو وهو بيتحرك، وبرضه بيظهر لنا فيه الناس مسحوله في ايه، سواء بقى شهوات او حاجات متصدره لنا احنا مخصوص عشان نتسحل فيها عن الحياه. حاسب فيك امين، يسلموا عليك بايد التانية سافيه الاخفية، مش هكدب على لحد ما ننتقل للتيك التاني والسبوت تقف عند كراتين كده وتطفي، وهنتكلم عن مشهد الكراتين ده كمان شويه. ومن هنا في باقي تكوين المشهد بنلاقي اتنين في الخلفيه ورا بيصنعوا الدوميز زي اللي كان اجزاء منها موجود على العشاء، وده لايف ستايل اعدائي اتلموا على اعدائي. وبنلاقي 3 اشخاص لابسين اسود واللي باين كده انهم مهيمنين وبيصدروا افكار معينه وبيراقبوا نتائجها، وبنلاقي 3 غيرهم موجودين قاعدين بيتفرجوا واللي باين كده انهم مشاهدين ومسحولين يعني بصفه عامه. وبنيجي لبقيه المشهد وبيظهر لنا فيه الناس اللي مسحوله على التيك توك وعلى اللايفز وهكذا. ناس مسحولة لاجل اللايك، ناس على التيك توك، ناس على اللايف. نيجي بقى لاخر مشهد في الفيديو كليب، واللي بيظهر لنا فيه مروان بابلو لوحده تماما، وحتى الكراسي بتاعت الستيج او المسرح وراه فاضيه تماما، ودي بتكون نهايه الفيديو. واحنا هنا الحقيقه لسه ما خلصناش الفيديو بتاعنا. فاكرين في رمضان في مسلسل الحشاشين لما كانوا بيعملوا هايلايت على معنى كلمه الباطنيه، واختصارا كده كانوا بيقولوا ان الباطني ده ظاهره شيء وباطنه شيء تاني خالص. والحقيقه ده اللي قدر يقدمه المخرج احمد كامل هنا، وهو انه يدينا ظاهر معاني من الفيديو وباطن معاني اقوى بكتير، واللي هو بيبتدي معانا من اول ستايل اللبس بتاع مروان بابلو، واللي هو الريفرنس
للاسيسنز واللي الميشنز بتاعتهم بتبقى عباره عن انهم يمنعوا الاعداء من ان هم ياخدوا اي جزء من هيكلهم، وانهم يحافظوا على ان هم يبقوا مخيرين مش مسيرين. وفي مشهد الفرن والعيش فاكرين المعنى الثالث اللي قلت هنتكلم عليه بعدين، وهو انه ممكن يكون ريفرنس للي بيحصل لاخواتنا، وانهم فعلا ما عندهمش مصدر ان هم يجيبوا منه العيش غير المصدر ده اللي فيه العيش الاسود ومش احسن حاجه، وده طبعا عشان يعيشوا. وهنا يكمن المعنى في ان هو بيوصل لهم بطريقه مذله ومش احسن حاجه، وعقبال ما يوصل لهم بيبقى سيء تمام. وده بيبقى في نفس الوقت اللي الناس قاعدين فيه على السفره بيبقى اكلهم اشلاء اطفال، والاسلحه اللي كانت موجوده هي دي الوسيله بتاعتها. الا ان لو فاكرين ريفرنس مشهد السفره وهو لوحه العشاء الاخير للفنان ليوناردو دافنشي، واللي كانت تجسيد لاخر احتفال ليسوع مع التلاميذ بتوعه، وهو عشاء عيد الفصح اليهودي، واللي تم فيه خيانه يسوع من طرف يهوذا، وده بسبب ان اليهود كانوا خايفين بعد دخول المسيح القدس ان يزيد عدد المؤمنين بيه، وده كان بيهدد الحكم اللي هم اتمتعوا بيه. ونيجي بقى المشهد السبوت لايت اللي كانت موجوده على الكراتين، واللي فيه رسومات لورد كل ورده فيهم بتمثل لون من الوان علم فلسطين. ولما الكادر بيوسع في المشهد ده بنلاقي بانرات عليها صور ابرزهم صوره اللحمه، واللي انا شايف ان معناها ممكن يكون بيف، واللي في الراب سين فاهمين يعني ايه بيف. واختصارا البيف ده بيبقى موجود لما يبقوا اتنين من الرابرز بيبقوا متخانقين مع بعض او في مشكله ما بينهم، ساعتها بيبتدوا يعملوا اغاني وبيبقى اسمها ديسات، وبيبقى ملخصها هجوم وشتايم واستعراض على الطرف الاخر بالمهارات اللي عنده، ولحد ما يكسب حد فيهم البيف والموضوع ينتهي. في نفس المشهد هنلاقي صوره الارت وورك بتاع تراك الحلال متعلقه ورا، واللي ممكن اشوف فيه اوضح ريفرنس لاخواتنا المجاهدين الملثمين، وده في الشكل والسلاح اللي كان محطوط في الصوره. وبرده ممكن اخد ريفرنس من تراك الحلال ذات نفسه، وهو ان مروان خلال التراك ذات نفسه كان بيجاهد مع نفسه وبيوضح لنفسه الطريق الصح واللي هو شايفه حلال، وبرده كان بيوضح المحاولات اللي العالم بيحاول يغيرها. ونروح لاخر مشهد واللي بان فيه نهايه المسرحيه والحطام اللي موجود في الخلفيه برده، واللي برده فيه توظيف للاضاءه والتلوين هايل جدا، وده ممكن يكون ريفرنس لعالم فلسطين. وفي النهايه ده فيديو كليب قوي جدا فنيا، واستمتعت حقيقي جدا وانا بتفرج على كل التفاصيل اللي موجوده. واخيرا كل الشكر للمخرج احمد كامل مره تانية، ولكل التيم اللي اشتغل على الفيديو كليب ده. ولحد هنا ويكون فيديو النهارده خلص يا اصدقائي، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. كل محنة وليها آخر.